صفقة نادي الزمالك القادمة بنسبة 100%، والنسبة دي بتتراوح. ليه؟ لأن احنا دخلنا على ترانسفير ماركت وشفنا الإحصائية بتاعت اللاعب ده، وشفنا قوة الزمالك في إنه يخش في الصفقة دي. لقيناها بنسبة 67%، وده مش بحسب كلامنا بس، لأ، ده بحسب كمان كلام ترانسفير ماركت. مين هو اللاعب ده؟ اللاعب دوت مهاري، صغير في السن. هو هيتسجل لاعب افريقي مش صغير السن، لكن هو بيتميز بانه قصير القامة وكل حاجة فيه مميزة. اللاعب دوت يا جماعة انا شايفه بصراحة لو الزمالك جابه او اي نادي في مصر جابه، مكسب رهيب 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 رهيب. اللاعب ده ووجوده في الملعب، يعني هو اصلا مركزه وسط ملعب مهاجم. اللاعب ده اصلا بيبقى موجود مرعب 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 حرفيا. اي حد بيشوفه في الملعب يعني بيعمل له حساب. هو عامل زي عبد العزيز عيسى كده، لاعب دريمز الغاني. عبد العزيز عيسى على فكره برضك في تحت الرادار بس مش قوي، يعني لسه مش قوي. لكن احنا بنتكلم على اللاعب ميلولا صاحب ال 22 سنه، مواليد جنوب افريقيا، لاعب نادي تورنتو الكندي. النادي تورنتو الكندي كان عارض اللاعب، هو ما عرضوش للبيع، لكن هو اللاعب خطف انتباه. هو هيبقى لاعب كندي تاني بيجي من كندا ويجي مصر زي احمد حمدي، ان ربنا يتمم الشفاء. اللاعب دوت مركزه وسط الملعب مهاجم. اللاعب دوت يخليك شايفه تحس بمتعة كأنك بتتفرج على شيكابالا تاني. شيكابالا اللي مش هيتكرر تاني، هتشوفه نسخة تانية لحد ما ربنا يدينا ويديك طولة العمر ونشوف آدم شيكابالا. أتمنى أتمنى إن الزمالك يخلص في الصف